السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، متابعين مشتركين في قناة يوميات سولا من قطاع غزة. احنا يا جماعة هلقيت الساعة 7 المساء، قالوا لنا نبدأ مسانا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. زي هيك زي ما انتم شايفين احنا فيش عنا كهرباء، احنا حياتنا مأساة صارت يا جماعة الخير. يعني ليش يجي رمضان وما نعيشه؟ ليش يجي عيد وما نعيشه؟ يعني اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك يا رب العالمين، ولكن ألطف فينا يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال يا جماعة الخير. احنا بنعيش ظروف مأساوية جدا وصعبة جدا جدا جدا، ما يعلم بها إلا رب العالمين. نتمنى منكم تضلكم واقفين جنبنا ومساندينا، يعني في كل لحظة نحاول نقوى فيها لكن نرجع ألف خطوة لورا. شعور جواتنا دفين بالحزن. الحزن لما بيسيطر على الإنسان بضعف يا جماعة الخير، وضع البلد حزين. وتخيلوا كمان مرة نعيش المجاعة والقلة والخوف والدمار وكله. يعني الحياة من حوالينا صعبة، صارت الحياة من حوالينا مدمرة. جهدكم كل مساعدة بتقدموا لنا إياها، وإن شاء الله حتى اشتراك في القناة. وما تنسونا وضلكم دايما واقفين معانا، احنا بنمر بظروف وأيام صعبة. اليوم أخبار حزينة جدا 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 على غزة. غزة حزينة يا جماعة الخير، غزة بتعاني الأمرين. أنا والله بنتي قبل شوية كانت فاتحة على القرآن، وبالصدفة أنا وياها كنا نشوف إشي على القرآن. فتحت لي على صوت عبد الباسط عبد الصمد بس مباشرة أنا على اليوتيوب. قعدت أسمع فيه والله إنه من شدة خشوع القرآن، وأنا من شدة ما أنا كنت منسجمة من الصوت. والله إني بكيت، وصارت ريتال بتصيح معايا بتقول يا ماما تصيحيش. لكن إحنا ضعاف يا جماعة الخير، البني آدم ضعيف بضله مهما حاول يصمد ويقوى في ظل الظروف هذه الصعبة اللي إحنا بنمر فيها. أنا بعتقد في حد بيقدر يتحملها ولو لأسبوع. إحنا عشناها، هاي ماشيين في السنة الثالثة، وإن شاء الله يا رب الله يفرجها ما تكون لنهاية العام، وربنا يفرجها علينا يا رب العالمين. وبتمنى دايما تضلكم مساندينا. شكرا جزيلا لكل حدا بفكر انه يساعدني او انه يضلوا معانا ويدعي لنا، واشتراك في القناة يا جماعة الخير. وصلونا للداعمين ضلهم واقفين معي في هذه الظروف الصعبة. احنا لولاكم يا جماعة الخير بنضيع، واتمنى تفهمون وتفهموا قصدي وتراعوا ظروفنا كمان. واحنا من حد ما يجي الليل احنا بنخاف، لكن بضلنا نقرأ قرآن. نصبر حالنا في القرآن. القرآن راحة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا يفرجها علي وعلى كل أهل غزة يا رب العالمين، على كل قطاع غزة يا رب العالمين. دعواتكم يا جماعة، وأتمنى كمان تدعوا لنا من قلبكم. شكرا لكم.